آخرا رايحين المطار. خلصنا كل الإجراءات اللي في المطار والحين رايحين على الطيارة. وصلنا للطيارة، حماس ألف، من زمان ما وصلنا تركيا. مستعدين تشوفون تركيا من تصويري؟ المكان وايد عادي. بعد ما نزلنا أغراضنا الفندق وارتحنا وجهزنا عمارنا، جينا على شارع تقسيم أو الاستقلال. حصلنا مطعم وايد حلو نتغدى فيه وعيبنا، وكان بوفيه وايد حلو أكلهم الصراحة، بس ما أتذكر شو اسم المطعم. بعد ما خلصنا غدا رحنا تمشينا وشي واشترينا آيس كريم وكلينا، وكان المكان وايد حلو، أنصحكم تزورونه. والحين احنا بعدنا بشارع تقسيم وشفنا هالمكان الحلو اللي كله فنادق. يعني اذا تفكرون تيون تركيا لازم تحجزون بهالفنادق، لان الفيو بيكون واو، بس بيكون الفندق غالي واضح. ويانا نتسوق بهالسوبر ماركت قريب من فندقنا، وفي اشياء وايد حلوة. وبعد لازم تسيرون اي سوبر ماركت عندهم وتشوفون الاشياء الحلوة اللي انا شفتها. وعلى فكرة كل شيء يعني عندهم رخيص. شوفوا سعر الريدبول، وإذا كان عندكم رقم تركي بيكون ب25 ليرة، يعني 3 دراهم، ولا إذا ما عندكم رقم بيكون ب102 ليرة. وهذا الحجم 43 ليرة، يعني 5 دراهم. صباح الخير، صباح النور. سايرين نتريق، وطبعا واحنا سايرين نتريق شفنا هالمكان اللي أكثر من رائع. شوفوا كيف المنظر، واو. شفناه قدام المطعم اللي سايرين نتريق فيه، قلنا لازم نيجي نصور هني ونصور المكان. هذا البحر مقابل المطعم اللي بنتريق فيه، واسمه وزير خان، أنصحكم فيه. تعال. هذا بيعجبني هالسالفة. شوفوا كيف المكان بس للتصوير. او ماي جاد. جينا هالحديقة الصراحة وايد كبيرة الحديقة، وفيها وايد أماكن للتصوير. والصدق هو في مكان معين يعني عشان الحديقة عشان أتصور فيه وشي، بس قالوا لنا هالمكان يستوي بس بالربيع. بحط لكم الحين فيديو على المكان وشوفوا. أول شي هي من البداية كانت الخطة أن نيجي الحديقة ونتريق في المطعم اللي فيها، بس طلع المطعم على حظنا صيانة، فرحنا مطعم وزير خان وردينا نتمشى بالحديقة. ويوم رجعنا نتمشى بالحديقة هني قالوا لنا عاد إن الحديقة يعني الزهور هاي بس بالربيع. بعد ما تمشينا بالحديقة واستانسنا وسولفنا، جينا نتغدى بهالمطعم، وهذا المنيو مالهم وهذه الأسعار. يعني كان غالي ومو بغالي، يعني إذا كنتوا شخصين أو 3 أشخاص بتحسوا إنه رخيص وايد، بس إذا كنتوا وايد أشخاص بتحسون إنه قاعدين تدفعون وايد. ويت هالمكان الخطير اللي لازم تزورونه، وأنصحكم الصراحة وايد أنصحكم، واسمه أوتلت فينيسيا. والحين أكلمكم من صبنجة جايين
والحين جينا عند الأحصنة وكنا نبغى نركب، بس قالت لنا ما يصير أكثر عن 10 دقائق، وإحنا 10 دقائق أكيد ما تكفينا، يعني كل 10 دقائق ندفع، وكان سعر وايد غالي. اسمعوا صوت الأذان عندهم. هني كان كله شير تفاح، حتى جربنا تفاحة كان صدق طعمه تفاح. طبعا هي تركيا وما نركب تلفريك ما يستوي. أول مرة في حياتي أركب تلفريك، ويلا مستعدة. بسم الله الرحمن الرحيم. والحين ندور كوخ نبات فيه. شوف المكان بس كيف يفتح النفس. طبعا خذيت كم صورة في المكان على الشارع. صباح الخير من ثاني يوم في صبنجة. جينا هالمكان نتريق فيه ونتمشى فيه، في وايد أشياء حلوة هالمكان. ها؟ إيه. Ya, şaşka, menemen, patates, هذه كانت أحلى لحظة لي في تركيا. عشت شيء مرة جميل وايد اللي هو نفس ما تشوفون الزيب لاين. الصراحة أنا بروحي ما أدري كيف أقنعت نفسي أجرب هالشيء الخطير. لازم تجربونه وتحسون بنفس إحساسي. وفي مطاعم شي صغيرة عشان الانتظار، يعني عادي تتريون ساعة بس لين ما تركبون دراجات، لأن يكون زحمة وايد عندهم. اوكي قررنا ناخذ بقي عشان يكفينا. تحركنا. نزلنا هالمكان، وكان المكان وايد حلو، يعني في مطاعم وفي مناطق نتصور فيها، وطبعا يعني ما طوفت وتصورت. وطبعا الكلاب عندهم في كل مكان. والحين مشينا، وترى الجولة مدتها ساعة أو ساعة ونص. وهاي كانت أخذ تجربة يا ليتني ما جربت، يعني بس طعمه ما يتحسفت، والألوان هاي ترى بس
قصدي بس ألوان، ما في نكهات. الحين احنا في هالمكان اسمه المطل الزجاجي. هني كنت اشوف يزحلق ولا لا. ترى احنا في مكان مرتفع وتحتنا كله اشجار، وتشوفون مستعدين تشوفون اللي انا اشوفه. واو ما شاء الله ما شاء الله. سبحان الله. هاي من اسطنبول وتحديدا جالتا تاور، وهذا الكوفي المشهور عندهم كيكة سان سبستيان، وطبعا اني بجربها بس للأسف ما جربتها داخل الكوفي لأنه كان وايد زحمة وما شي مكان طبيعي يعني مشهور. والحين احنا في جالتا بورت. جميل المكان جدا جدا، في مطاعم وكوفيات، لو بعد في محلات ملابس. وتعشينا في مطعم هندي اسمه قصر البرياني، واكلهم لذيذ. وهذا فيو الاوتفيت اليوم، رايكم؟ ها مطعم مشهور، خلني اخبركم سالفتنا معاه. اول شيء يعني المطعم منتظرنا يمكن ساعة او ساعة ونص علشان نتريق فيه. اخر شيء لما يا دورنا شو قالوا لنا؟ انه لازم يعني هم يعني كيف عندهم ما نقدر نطلب مثلا يعني مثلا صحن بيض بروحه حق شخص، فهمتوا؟ لا لازم مثلا صحن بيض مع صحن مدري شو مع يعني عرض كامل لشخص واحد، والعرض الواحد يعني فيه 8 7 6 اكلات. يعني احنا نقدر نطلب يعني مثلا العرضين، العرض هذا واحد نطلب منه 2 يكفينا نحن، احنا 6 اشخاص كبار، اوكي يكفينا كلنا مع حتى الصغار. بس لا قالوا لنا ما يصير، لازم تطلبون 6 من هالعرض. وعلى اساس انهم ساعدونا يعني قالوا لنا خلاص اليهال مو بلازم اولنا. يعني انتم متخيلين كمية الاكل اللي راح ينعق؟ لو بعد غالي لانه مشهور، يعني تخيلوا اذا طلبني يعني من هالعرض 6. بس أمانة المطعم وايد حلو وفي هالأشياء تنباع. جينا نتغدى بهالمطعم الكويتي اسمه مكبوس، أكلهم وايد حلو. الله والله شكرا. يوم ميلادي أنا يوم الفرحة والهنا، سبرايز سوالي العشق يبعد عمري. الحين بثاني مول مفتوح نسيره باسطنبول. وهذا أخطر مطعم محار بشارع تقسيم، مدحت لي عمتي يوم جات تركيا، وايد لذيذ. وبعد في صوصات وايد للمحار. جينا ناخذ صوغات من محلات الحلقوم في شارع تقسيم، ويا ليتني ما اشتريت لاني عقبها رحت شارع جالتا تاور وكان ارخص من شارع تقسيم. والمشكلة اني باخر يوم رحت السوق المصري وكان ارخص منهم اثنيناتهم. فنصيحتي لكم اذا بتاخذون اي صوغات ان كان من حلقوم اكسسوارات اي شيء، روحوا السوق المصري نصيحة، لانه ارخص مكان في تركيا يعني، والباقيين كلهم راح ينصبون عليكم.
حاليا احنا في توزلا في بورتو مارينا. في البداية أول ما تدخلون المكان بتحصلون محلات يبيعون هالأشياء، يبيعون شي أشياء تقدرون تهدونها، صوغات وهدايا شي أي شي، وهالأشياء للي يحبون الأنمي. في مجموعة كبيرة من هالأشياء، شوفوا ما شاء الله. وفي ملاهي وايد كبيرة في هالمكان بس ما دخلنا المول وايد عجيب، وهذا ثالث مول مفتوح نسيره في اسطنبول. والحين طالعين وعلى المطار طار